بسم الله بديت وعلى النبي صليت عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. وشراكم البنات إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة يا رب. الصحة هي كلش، كتعود صحتكم لاباس الحمد لله الدنيا وما فيها. هيا اليوم جيتكم بوصفة تموتوا عليها، كاين يعني اللي يهب منها واللي هي الحسوة والله كيما نقولوا المقطعة. شوفوا تجيكم بنينة كي العسل، بصح بشرط تتبعوا كيفاه نديرها. شوفوا أنا واش درت كمشة تاع فول يابس وزوج طراف تاع شحمة، أنا خدمتها مذوبتها ومخبيتها، حبة بصلة كبيرة وربع حبات طماطم تكون صغيرة وزوج سنات ثوم، نربي كلش مع بعض. تحبوا ترحيوها ارحيوها عادي جدا. شوفوا تحب الطماطم زدت معاها راس فلفل حار يابس ميبساتو في الدار مع ملعقة كبيرة كزبر، نصف ملعقة فلفل أحمر حار ونصف ملعقة فلفل أحمر حلو، زيدوا معاها نصف ملعقة ملح ونصف ملعقة هريسة وملعقتين كبار طماطم مصبرة. شوفوا الفلفل قبل ما تلوحوه نحيولو هذا الزوائد يا أخي، لحت معاهم الفلفل وحطيت كلشي يتقلى. ولا هنا كانت عندي شوية فرماس وشوية طماطم مخلعة، حطيتهم يغليو في شوية ما باه تروح الملوحية للطماطم وتطرالي، وكنت شمخت شوية عدس فيه مسخون، وبعد ما شمختو عاودت فرغته على الحسوة تاعي وخليتهم يتقلاو. في نفس الوقت كنت صفيت الطماطم من الماء وقطعتها ونزيد نفرخها عليهم ونخليهم يتقلاو. بعد ما يتقلاو مليح نمرقهم ماء يكون سخون. شوفوا خليوها تتقلى في غرضها متقلقوش عليها بتجيكم بنينة. ودوكا نديو العجينة عندكم كيس ونص سميد يكون رطب كيما نقولوا حنايا الصافي، ديروا له شوية ملح حوالي ملعقة صغيرة ولموه بالماء. حاولوا كتلموا العجينة خليوها تكون شوية يابسة باه بعد كي نعجنوها تجينا مليحة. خليوها تستراح، انا بليتها الصباح حتى العشية باه عجنتها. ولا هنا سيدتي شمري على يديك وروحي اعجني. تحب العجينة ندير لهنا نعجنها مع الاول بالليبوسة برك، وما تقطعوهاش العجينة هاني وصيتكم ماهيش كيما المطلوع. هكذا اعجنوها بشوية وزيدوا الماء الله الله بشوي بشوي كما يقولوا ناس بكري الشي المليح يطول. حبيتي حسوة تجيك مليحة سيداتي اصبري لها واعجنيها مليح. زيدي الماء ودبزي زيدي الماء ودبزي حتى تطرالك وتولي لك بهذا القوام. خليها تستراح باه تطلق روحها وتساعدك في الحلة، نغطيها وخليها. شوفوا كمية الماء اللي داتها لي مام بربع كاس ما تلحقش. لهنا نجي نحل العجينة تاعي بالاستعانة بالفارينة. شوفوا لهنا تحتاجوا الفارينة، حلوها شوية تكون مع الأول بسمك خشين بهذه الطريقة بالاستعانة بالفارينة دائما، ونطبقها بهذه الطريقة. بصح قبل ما تطبقوها ديروا الفارينة، حاولوا تكثروا شوية باه ما تلصقناش باه ما يلصقوش الطبقات في بعضها بهذه الطريقة. شوفوا الفيديو راه يعبر بالزغبة كلش، ما حبيت نفاصي معاكم والو، انا راهي لصقت ليا لاني شوي ما كثرتش الفارينة لصقت لي، بصح ما حبيتش نفاصي، حبيت نخليه باه تشوفوا كلش. ها شوفوا اللهنا، شفتوا كيفاه لصقت لي بصح نورمال حليتها عادي جدا. هكذا كي تشوفوا بلايص مازالوا ما شويه خشن عاودوا حلوهم برك. ولا هنا نجيو نطبقوها. شوفوا كي تطبقوها راني قلت لكم دائما بالاستعانه بالفارينه، ديروا طبقه تاع فارينه تكون شويه خشينه وطبقوها عادي جدا. كل ما ديروا تطبيقه كل ما ديروا عليها الفارينه. هذه هي، هاي الصوره تعبر عن كل شيء. سهله ما تخافوش منها برك. انا نحير في اللي تقولك ما نعرفش نديرها ولا ما نعرفش نقطعها ولا، والله سهلة سهلة سهلة. أنا نشتي نديرها بالعكس كي نعود ندير فيها والله غنستمتع. أها كل ما تروليوها وكل ما تدوروها ديروا الفارينة سهلة مرة. شوفوا دور الفارينة لهنا فيه يكون بعد كي نقطعوها نلقاو هذوك الطبقات ما يلصقوش في بعضها، تولي هكذا تلقاوها محلولة وحدها. شوفوا لهنا كي دورت، شوف دورت كي نلحق للاخر نقطعها بالموس. حاولوا ما ديروهاش طويله بزاف ماشي كيما سباغيتي يا اخي. ها شوف كيف راهي مورقه مازالت مورقه، وهذا الفضل يرجع للفارينه. ونكمل باقي العجينه بنفس الطريقه هكذا. شوفوا هنا هذه العجينه الكميه دايرت لي 3 حرابش
وكل حربوش قسمتوه على زوج، سما كلش 6 يا أخي. هكذا بهذه الطريقة نكملهم. لهنا بعد ما كملت العجينة تاعي نجي نقسمها، والله كيما نقولوا نجي نقطعها، على يسميوها المقطعة. شوفوا طريقة التقطع كيفاه تكون. حطوا 4 أصبعكم، هذوك ال4 صباع حطوهم فوق العجينة، وصبع الإبهام هاكم تحكموا به، وقطعوها عادي جدا. كي تعود بيناتهم كي تكثروا الفارينة تجيكم سهلة مرة. متلوضوش بزاف على العجينة باه ما يلصقوش الطبقات في بعضهم، تولي تجيكم معجنة. والسمك أنتم أحرى، بصح نقولكم ما تخشنوهاش عايشكم لأنها والله غير تجيكم معجنة. يا إما ترقوها، مش كي نقولكم ترقوها ديروها شعرة، لا لا، رقوها شوية وخشنوها شوية، ديروها متوسطة تجيكم مليحة برك. بهذه الطريقة. شوفوا التقطعة تاعها سهلة 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 مرة، ما تهيبوهاش وما تخافوهاش، فاتوا ديروها مرة وتولي تمشي عليها يدكم نورمال. هكذا بهذه الطريقة، والله أسهل منها ما فيش، وأبن منها ما فيش. كيش قد هذه الأكلات التقليدية كي كانوا يديروها والدينا بكري. الدنيا يا الدنيا. هيا كي كبروا والدينا ضوك نعودو نديروهم حنايا. يا أخي صح والله، واش قال؟ هاي اللي مازالت تدير هذوك تخلي لي في التعليقات وتقول لي. شوفوا لهنا حبيت نزيد نعاود معاكم الحربوش الثاني كيف قطعتوه باه تشوفوا بعينيكم وتهزوا الطريقة مليح وتتعلموها مليح مليح. شوفوا أنا قطعتها متوسطة مليحة، ما هي خشينة ما هي رقيقة، كي نلوحها في المرقة تجي سوا سوا، هذاك هو تشرب المرقة تجي فور. هيا ولا هنا بعد ما قطعتها نديرها في صيار. ليه؟ باه نحي هذيك الفارينة اللي درتها. شفتوا هذيك الفارينة اللي قبيلة كثرنا منها ونقولكم كثروا عيدوا، وكل نحيوها لهنا. شوفوا حلوا العجينة تاعكم الحسوة، حلوها هكذا بيديكم بهذه الطريقة يا أخي باه تتحل، وانفضوها من الفارينة مليح، انفضوها مليح مليحة هكذا. هكذا وحلوها بيديكم باه ما تلزقش، وما تخافوش ما تلزق لكمش، ما تلقوهاش لازقة. شوف ما لصقتليش مرة. ونجي نلوحها في المرقة تاعي. وشوفوا للأمانة أن كمية العجينة هذه كامل راني ما لوحتهاش كامل، راني لوحت النص برك يا خي باه نتفاهموا، مشي تلوحوها أكل ومن بعد تولي تجيكم معجنة. عينكم نتوما، شوفوا عينكم ميزانكم. هكذا لوحوها وحركوا وشوفوا المرقة تاعكم، إذا عادت خاضرة بركاو ما تزيدوش، وإذا شفتوها مزال خفيفة لوحوها، خليوها تكتك مليح مليح. هذاك هو تشرب بالحسوة العجين يشرب بالمرقة، وراكم تلقاوها اختارت. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم، وصفة تقليدية بامتياز، الأمة كامل تشتهى، كي الكبير كي الصغير. أنا عن نفسي نموت عليها، وكل ما تحضرش فيها طماطم المخلعة والله ما ناكلها. شوفوا الوصفة تاع طماطم المخلعة راني حاطتها في القناة، ادخلوا برك تلقاوها، والله راني نحطها لكم في صندوق الوصف. شوفوا نتمنى من قلبي تجربوها، وإذا جربتوها خليولي في التعليقات. البنة والله غير مضمونة، شهيتكم في الجنة تجيكي العسل، واللي جربتها نقول لك بصحتك.